حديثة مع دكتور رافع والدكتور أيمن الدكتور مثلي. بس أنا بعتز أصلا بأكتر بمهنتي مادة الرياضيات، وبعتز يعني ماشي اتقال عليا إعلامية واتقال عليا دكتورة، بس أنا بحب قوي كلمة مس رضا محمود أو الأستاذة رضا محمود. بعتز جدا بمهنتي ومهنة التدريس، بحبها جدا، بستمتع جدا وأنا بشرح مادة التدريس خصوصا مادة الرياضيات. أنا بعشق مادة الرياضيات جدا، بحبها قوي، ومن كتر حبي فيها الحمد لله أنا بقول شكري ورب أي حد بيدرس له المادة بيعشق برضه المادة وبيحبها من حبي أنا كمان فيها. أنا فخورة بده، فخورة بكوني مدرسة وفخورة بكوني مدرسة مادة الرياضيات بالتحديد كمان. النهارده المفروض إن إحنا هنتكلم عن المرأة والتعليم. مش هتكلم عن المرأة فقط، هتكلم عن المعلم عامة، المعلم قديما والمعلم حديثا. يمكن المعلم قديما كان واخد حقه الاجتماعي أكتر. المعلم قديما كان هو كل حاجة للطالب. قديما كان المعلم هو الأب، سواء كان معلمة أو معلم. طبعا يعني أنا كمعلمة كان المفروض قديما كانت الأم، كانت مسافة الأم كانت مسافة المعلمة. المعلومة كانت فقط من المعلمة. المعلمة كانت مصدر للنصيحة ومصدر للعلم، لأن المعلومة كان الطالب بياخدها زمان من الحصة الدراسية فقط لا غير، ما كانش لسه في التكنولوجيا اللي موجودة حاليا دلوقتي. كان مصدر العلم الحصة الدراسية فقط، والنقاش المنهجي بين المعلم وبين الطالب. ما كانش لسه في وسائل علمية حديثة. حاليا دلوقتي تطورنا وبقى في وسائل علمية حديثة. الطالب بقى يقدر يقوم بأكبر المسائل الحسابية وأصغر المسائل الحسابية من الآلة. بدأ الطالب بدل ما كان الأول بيروح مع المعلم أو المعلمة للمكتبة إن هو يقرأ في الكتب ويطلع المادة العلمية ويحصل على مواد علمية ويزود المادة العلمية عنده. لا، دلوقتي الطالب بيروح يدخل على النت ويجيب المادة العلمية من النت، فطبعا ده قلل شوية. الطالب زمان كمان كان بيبقى عنده هدف للتعليم ورغبة للتعليم، لأنه كان شايف إن المعلومة ياخدها فقط من المعلم، ياخدها فقط من الحصة الدراسية، فكان بيقدس الحصة الدراسية والمعلم. دلوقتي الطالب لا، الطالب دلوقتي شايف إن هو بياخد العلم من الدروس الخصوصية طبعا بره ومن الإنترنت، فبدأ ديت معاه بتقل شوية. ما عادش بيقدس المعلم. العلاقة بين المعلم والطالب ما عادش زي الأول طبعا، قلت كتير قوي بسبب التكنولوجيا الحديثة. يمكن احنا في الثمانينيات بدأنا ندخل التكنولوجيا وبدأ يخش أجهزة الكمبيوتر المدارس، بس كانت نسبتها بسيطة. زادت شوية في التسعينات. هو احنا ممكن نسمع يا جماعه الناس اللي بتتكلم عشان برضه عيب، عشان كل واحد فيكم لما يجي دوره يبقى ياخد الاحترام بتاعه. استاذنكم كل واحد يقعد. زادت في التسعينات، بدأ أجهزة الكمبيوتر تزيد، بدأنا نخش على النت، بدأ عندنا بريد إلكتروني. طبعا ده كله قلل شوية من دور المعلم. في سنة 1998 دخل جوجل وبدأ إن احنا نجيب المعلومات من جوجل، برضه الدنيا قلت معانا كتير مع المعلم. في 2010 بدأ إن كل مدرس عنده جهازه الخاص بيه، حتى بدأ الجهاز دوت دلوقتي يحل محل الورقة والقلم، يعني الجهاز بالنسبة لنا المعلم بيحل محل الورقة والقلم. ما عادش في تقدير يدوي، دلوقتي بقى تقدير الكتروني. ما عادش في شرح الماركر والبورد، لا دلوقتي بقى شرح على السمارت. بنحضر منهجنا على أجهزة الكمبيوتر بوابين، بنعرضه على السمارت بنقدر نشتغل عليه. الدنيا اتطورت كتير عن الأول. كمناهج تعليمية برضه اتطورت، بس أنا كمعلم